السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ده يا ريت تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في القناة. النهارده بقى جايبه لكم الحقيقه كامله عن مقشر القهوه او سكراب القهوه زي ما ناس كتير بتسميه. مقشر القهوه بقى ترند في العنايه بالبشره، لكن هل فعلا هو بيفتح البشره ولا مجرد ترند؟ يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجه لازم نعرفها ايه هو اصلا مقشر القهوه ده او السكراب بتاع القهوه ده. مقشر القهوه او سكراب القهوه بيكون عباره عن حبيبات بتساعد على ازاله الجلد الميت، وبعض الانواع منها بيكون فيها مكونات مرطبه. تاني حاجه هنعرفها مع بعض وهي فوائد مقشر القهوه او سكراب القهوه. اول حاجه ان هو بيزيل خلايا الجلد الميته وبيخلي ملمس البشرة بيكون أنعم، وبيساعد البشرة تبقى أكثر نضارة بس مؤقتا، وبينظف سطح البشرة من الشوائب، ودي الحقيقة اللي مقشر القهوة أو سكراب القهوة بيعملها. لكن هو مش بيفتح البشرة، ومش بيعالج الكلف، ومش كمان علاج لحب الشباب. تالت حاجة هنعرفها مع بعض طريقة الاستخدام. هو بيستخدم من مرة أو مرتين في الأسبوع، وأهم حاجة ما تفركيش البشرة بعنف، ولازم تستخدمي بعده مرطب. وهنجربه دلوقتي مع بعض ونشوف النتيجة مع بعض عاملة ازاي. بصوا ده شكله كده من جوه. هجربه على ايدي وهوريهولكوا برضو قبل وبعد. بصوا كده شكل ايدي قبل ما احط اي حاجه. هحط بقى المقشر او السكراب دلوقتي على ايدي وهتشوفوا بعد ما اغسله. بصوا يا جماعه كده بعد ما فردته على ايدي هتفركيه بالراحه جدا، اهم حاجه ما تفركوهوش بعنف. هعمله بقى وهوريهولكوا بعد ما اغسله تبقى ايدي عامله ازاي. وكده يا جماعه بعد ما استخدمته بجد حلو جدا، انصحك ان انت تستخدميه لان هو كويس جدا في الترطيب والنعومه. انا حابه بس في النهايه اقولك ان المؤشر دوره ازاله الجلد الميت، لكن مش بديل عن روتين العنايه او علاج التصبغات. وبتستخدميه باعتدال لان كتره التقشير ممكن تعمل تهيج للبشره بدل ما تفيدها. يا رب اكون قدرت اوصلك إن افيدك بالفيديو ده. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.